أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما قبل فإني سارد عليكم حكمة فاحفظوها، فإن عجزتم فعوها. إنما مثل الشرك كمثل بيت عكاش وذباب. العكاش هو العنكبوت. حاصله إنما مثل الشرك كمثل بيت عكاش وذباب، كلما تصاغرت عبرت، وكلما تعاظمت تورطت. ثم أما بعد، أدبج لكم تمهيدا لحديث رسول الله. فعوه. أعظكم بمعرفة أن الله لم يسمح بالمهلكات إلا وجعل لها المنجيات. حاصله إن الله لم يسمح بالمهلكات إلا وجعل لها المنجيات، ولم يأمركم بالكفارات إلا وجعل لها الدرجات. أما بعد، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله: 3 مهلكات، و3 منجيات، و3 كفارات، و3 درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الشح في لغة العرب هو بخل المرء على نفسه وعلى عياله. الشح على النفس، أما البخل فعلى الآخرين. هناك الشح والبخل والكسل. الكسل بأن تبخل بجهدك، والبخل على الآخرين بالصدقة والزكاة وفعل الخيرات. والشح على نفسك لقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح المطاع، وهوى متبع، فخالف هواك، وأعجاب المرء بنفسه. هذا كله من الرياء. وعودا على بادئ لتلك الموعظة: إنما مثل الشرك كمثل بيت عكاش وذباب، كلما تصاغر الذباب عبر، وكلما تعاظم تورط. فخالف هواك وإياك والعجب بنفسك، فذلكم الرياء. وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، من حديث رسول الله أنه أقسم على 3: قال: لا يعفو المرء عن مظلمة وهو قادر على إنفاذها إلا زاده الله بها عزة. والعدل في الرضا والغضب لقول الله عز وجل: لا يجرمنكم شقاق قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، في الرضا والغضب. والقصد في الغنى والفقر لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وخشية الله في السر والعلانية. والخشية ليست الخشية أن لا تعصي الله، الخشية أن تعلم عظم من عصيت وتندم. وكما قال الإمام علي عليه السلام: التوبة ندم بالقلب، وترك باللسان، وإضمار على ألا تعود. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة دائما في تذكرها، تقول: ستأتي صلاة
بعد هذه الصلاة سيكفر الله بها عني خطاياي. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. انتظار الصلاة بعد انتظارها كثير. هناك انتظارات كثيرة. هناك من ينتظرها في المسجد، هناك من ينتظرها بذكر الله، هناك من ينتظرها بالوضوء، كلما نقض الوضوء توضأ. المفيد انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على السبرات، أي لكل صلاة وضوء، حتى وإن لم تنقض الوضوء تتوضأ، فهذا له أجر آخر. لقول رسول الله السبرات. السبرات هي انتظار الصلوات، يعني سبر بلغة العرب، أو خرس أو ظن أو حرز، لكل منها معنى. وإنما سبر أي أحصى إحصاء دقيقا، ليس فيه ولس ولا دلس. إذن الدرجات: ونقل الخطأ إلى الجماعات. درجات: إسباغ انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على السبرات، وانتظار الصلاة، ونقل الخطأ إلى الجماعات. هذا في آخر الزمان لم يعد وارد، لأن في آخر الزمان صلاة المرء في داره، على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال: فاعتزل تلك الفرق. قال: فإن لم أجد المسلمين، جماعة المسلمين ليسوا جماعة، لأن كل يكفر كل حزب بما لديهم فرحون. جعلهم الله شيعة، هذا صوفي، هذا أشعري، هذا سلفي، هذا شيعي، هذا. ونقل الخطأ إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. إطعام الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بشرطها وشروطها. أن لا تريد الجزاء منهم، المقابل أن كأنها مزية تمزيت بها عليهم وتنتظر ردها. ولا شكورا، إن شكرك فتلك عاجلة، كما أخبر النبي: فتلك عاجلة بشرى المؤمن، ولكن لا تنتظرها. وإفشاء السلام: السلام عليكم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والصلاة بالليل والناس نيام، حتى ركعتين خفيفتين تجزيان عن هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات. السلام على من تبع الهدى.